السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في كويزين غيتا. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. كيف ما وعدتكم غادي نشارك معكم الصابلي ديال البيستاج اللي كيجي رائع. غادي ندخلوا فيه الباط ديال البيستاج هكذا باش يجينا المذاق زوين، وواحد العجين كيف ما ذكرت اللي خدمنا بها. درنا سنيده وسكر كلاصي، يعني جمعناهم بجوج، ومع ذلك كتجي العجين كيف ما كتشوفوا ناجحه بزاف. غنطرقوا المراحل بالتفصيل ديال هذا الصابلي. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، وضروري الا جربتوه راه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. اذا المقادير ديالنا غادي نشوفوها بالتفصيل ان شاء الله في هذا الفيديو. اذا عندنا 2 ربعات ديال الزبده، انا هنا غادي نقول لكم المقادير وانتم ديروا غير النصف. وعندنا 4 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان سنيده، و2 كيسان ديال سكر كلاصي. هنايا راه حنا درنا كيف ما ذكرت 2 كيسان سكر كلاصي، و2 كيسان الاخرين عوضناهم سنيده. وطبعا الملح اللي ما كنستغناوش عليه دائما في الصابلي باش كيجينا زوين. هنا الاضافه اللي درنا هي الجليكوز، غادي نضيف 2 معالق ديال الجليكوز. وطبعا غادي نستعملوا الملون، انا كنستعمل هذا كيتواجد في ايطال مارك، كيتواجد بزاف ديال المحلات. وغادي ندخلوا في هذا العجين ديال الصابلي الباط ديال البيستاج. هذا هو السر ديال هذا الصابلي، الا دخلتوها كتعطي واحد المذاق مختلف بزاف وكتجي زوينه بزاف، وكتجي هذا الصابلي لذيذ ما غاديش تشبعي منه. وطبعا اللي ما توفرش عليها راه حنا ما غاديش ما يديرهاش، يستعمل غير الملون طبعا، ويضيف المذاق ديال البيستاج كما غادي نشوفوا في الحلقه ديالنا. اذا من بعد غادي ننتقلوا باش نديروا في العجانه. من الاحسن هنا غادي الصابلي حيت كثير غنخدموا في العجانه كيف ما ذكرت باش يجينا ساهل. اذا غادي نضيفوا الزبده ونضيفوا سنيده كيف ما شفتوا، 2 كيسان سنيده مع 2 كيسان ديال السكر كلاصي. وغادي نضيفوا الملح طبعا ديالنا. الاشاره الا بغيتوا ديروا هنايا غير سنيده بوحدها يمكن لكم، راه كتجي العجين حتى هي زوينه، حيت غادي نديروها في الخلاط. داكشي علاش سنيده ما كتبقاش تبان وكتجي نفس النتيجه. اذا من بعد ما اندمجت لينا الزبده وسنيده وسكر كلاصي غادي نضيفوا الزيت، 2 كيسان ديال الزيت. كنعاود نذكر هنا المقادير راهم مضوبلين، يمكنكم ديروا غير نصف الكميه. مباشره كنضيفوا 4 البيضات ديالنا كيف ما كتشوفوا. ضروري غادي نبقاو نحركوا ديك الزبده باش ما تبقاش لاصقه لينا في القعر ديال الاناء. ومن بعد غادي نضيفوا 2 معالق ديال الجليكوز. هنا الا بغيتوا تضيفوه يمكن لكم، بغيتوا تستغناو عليه راه ماشي مشكل، تقريبا راه نفس النتيجه. اذا تتولي لينا العجين بحال هكذا بوماد. ونقلبوها لاناء واحد اخر، ولا نديروا الدقيق في نفس الاناء كيف ما شفتوا. هنا غادي نضيف لي بات ديال البيستاج. هاد عجينه البيستاج تقريبا ضفت 200 غرام، وغادي نضيف الملون اللي شاركت معكم في الاول. اذن هنا كيف ما ذكرت يمكن لكم تستغناو على عجينه البيستاج وتعوضوها بهذا المذاق ديال البيستاج اللي كتكون فيه المذاق واللون. طبعا هذاك راه متواجد بكثره. اذا ماشي ضروري ديروا عجينه البيستاج، هنا استعملناها راه كان عندها واحد الدور، واحد المذاق مختلف تماما، يعني كيجي الصابلي ديالنا رائع بزاف. اذا هنا كيف ما شفتوا هذاك الملون عندنا فيه 2 الخنيشات، ضفت الاولى وزدت الثانيه هكذا حتى نحصلوا على اللون اللي بغينا. من بعد حنا كنضيفوا الدقيق دائما نفس، يعني كنذكر بها دائما ملي كنبداو نضيفوا الدقيق فقط ما نحركوش بزاف الصابلي، نحاولوا غير بالاصابع ديالنا. لاحظوا معايا، اذن هذا هو السر ديال الصابلي باش كيجينا مكسر، يعني غير نبقاو نجمعوه فقط. شوفوا معايا ملي كتقسموه راه كيجي الصابلي ديالكم مكسر، ما كيجيش يعني معجون بزاف. هذاك هو باش ما كيعطيناش، كيجي مبوق في الفران فاش كنكونوا كنطيبوه. من بعد غادي نديروه طبعا في بلاستيك غذائي ونرققوه بحال هكذا باش يبرد لينا دغيا في الثلاجه. من الاحسن نحتفظوا به يبرد. الا بغيتوا الصابلي ديالكم يعاونكم في الخدمه ويجيكم سهل، انا هنا خدمته في الليل والصباح درتو في الثلاجه في الليل طبعا ليله كامله، والغد عاد بديت كنخدم به باش كيكون يعني في الخدمه سهل بزاف. اذن لاحظوا معايا غادي ندير بدلاك بين 2 بلاستيكات ونستعمل هذا المقطع. دائما المرشم استعملوا اللي بغيتوا، اي شكل يمكن لكم تبدعوا فيه. اذا لاحظوا معايا ديك الحبيبات ديال البيستاج كيفاش كيبانوا ديال ديك لي بات،
وكنعاود نذكر ماشي ضروري، يمكن لينا ما كانش في الامكان نديرو غير المذاق والملون وراه كيجي حتى هو زوين. ونستمروا هكذا حتى نكملوا الصابلي ديالنا كامل بنفس الطريقه. الفرن دائما كنديروه على 150 حتى 160 درجه من الاحسن باش كياخذ لينا ديك القرمشه وكيجي في اللون ديالو كيبقى محافظ على اللون. ومن الافضل نديروا واحد شويه ديال العجين ابيض هكذا باش نعرفوا اللون يكون موحد ديالو ونعرفوه طاب. اذا غنتقلوا للتعليكه ديالو حتى هي خدمناها يعني بالعجين ديال البيستاج. غادي نديروا فيها معلقه ديال الجليكوز مع هنا يمكن لكم تضيفوا الجليكوز، يمكن لكم تستغناو عليه ماشي ضروري. في الاول راه خدمنا بلا به. هنا نصف كاس العسل، دائما عسل اللي كنحضر في البيت، وكنضيفوا عليه 100 غرام حتى 120 غرام ديال الشكلاط. انا هنا كان باقي ليا الشكلاط ابيض كنت مذوبه وهو غادي نكمل به نيت الخدمه. هنا عندي 120 غرام ديال الشكلاط. هذه هي النوعيه اللي كنستعمل. واحد الاخت كانت سولتني في التعاليق، بقى مره نبين لكم يعني هاد الشكلاط هو النوعيه وليبات اللي غنخدموا بها هي هذه. كناخذها مطوزانو. اذا غندوزو مباشره غادي نديرو نص كاس د العسل. كنعاود نذكر نص كاس د العسل مع 100 حتى 120 غرام ديال الشكلاط، وغنزيدو معلقه ديال الجليكوز. اذا غنضيفو غنديرو هاد الخليط على النار حتى يغلي، وعاد نضيفو الشكلاط الابيض بحال هكذا ونحركو طبعا حتى يذوب لينا هذاك الشكلاط مزيان. وغادي نبقاو نحركوه حتى يدفى واحد شويه. عاد نديرو داك الباط ديال البيستاج باش خدمنا. الا بغيتو تجيكم نفس النتيجه يعني واحد المذاق كيف ما تنقول لكم راه ما غاديش تشبعوا منه، ديروا هاد الباط ديال البيستاج. ما كانش متوفره ديروا غير هاد اللون او المذاق ديال البيستاج. اذا بهذا الشكل غادي نخليوه حتى يدفى وننتقلوا مباشره باش نلصقوا الصابلي ديالنا. اذا التعليكه ديالنا غادي نخليوها حتى تدفى دائما، وغادي تشوفوا معايا كتقطع يعني كتجي رائعه، ماشي اللي كتبقى لاصقه لكم في السنان، راه كتجي بحال البسكوي، كتجي بنينه 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 بزاف. كنحاولوا نقادو ونحاولوا نديروها باش توصل لينا حتى الجوانب. لاحظوا معايا كيفاش غادي نضغط، ما تضغطوش مجهد باش ما يتهرس لكمش الصابلي غير بشويه، وهي كتزيد تسيح حتى الجوانب هكذا باش كنحصلوا عليه متقاد ومتوازي ونكملوا الكميه اللي عندنا كامله ديال الصابلي. اذا هنا غادي ننتقلوا باش نخدموا هاد الوريضات. غادي نشرح لكم كيفاش راهم ساهلين وباينين. هذه عجينه اللوز خدمتها بوحده. الا بغيتوا نديرها لكم ديروا لي كتبوا لي في التعليق طبعا اللي بغاها ونشاركها معكم. خدمتها غير انا. لاحظوا معايا عجينه اللوز كيفاش كتجي رائعه وكتجي ناجحه، وكنخدموها في هذا المول اللي فيه البابيون اي شكل كان عندكم، وكنخليوها حتى تنشف. من بعد كنديروا واحد كورني صغير وكنديروا فيه الشكلاط ابيض عادي، كندوبوا الشكلاط عادي وكنديروا خطوط هكا مائلين. اذا سهله مباشره كنوضعوا ديك البابيون اللي خدمنا. لاحظوا معايا تنقادوها، وانتم يمكن لكم ديروا اي شكل بغيتو. من بعد كندير هاد النجيمات ديال السكر بحال هكذا باش كيجينا واحد المنظر وكيجي الشكل ديالها زوين وراقي. اذا هاد الصابلي راه كيجي زوين بزاف وتتكون عليه الطلبات حتى هو كيف ما قلت كيجي رائع، واللي كلا راه كيعجبو بزاف. غير تبعوا المراحل وراه غيجيكم ناجح ان شاء الله. والتعليقه اللي شاركت معكم راها كتجي لذيذه بزاف وكتجي ناجحه، ما كتسيح معنا ما حتى شي حاجه. كنتمنى يعجبكم الفيديو والوصفه طبعا، وكيف ما تنقول دائما ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.